خليني النهارده اكلمكم على جهاز هو يمكن مش موجود في كل الجيمات ويمكن مش كل المدربين بيتكلموا عنه، ولكن اللي عنده الجهاز دوت عارف حقيقته، وهو جهاز السكيريك. الجهاز دوت اللي لما بتيجي تشتغل عليه بتحس كانك بتتزحلق على الجليد. الجهاز ده عشان تشتغل عليه كل المطلوب منك ان انت بتمسكه من المقبضين دول، وبتبتدي ان انت تشده بكل قوتك لتحت. الجذع عندك بينحني، الحوض عندك بيمتد، وبتبتدي ترجع تاني وتفضل شغال بالمنظر ده. كل المطلوب منك ان انت تعمل 500 متر في اسرع وقت ممكن. خليني اوريكم شكله عامل ازاي. الشخص اللي عنده 30 سنة ومتدرب يقدر يعمل ال 500 متر في أقل من دقيقة 45 ثانية. أما الشخص اللي عنده 40 سنة ومتدرب يقدر يعمل ال 500 متر في أقل من دقيقتين. الشخص اللي عنده 50 سنة ومتدرب ومحافظ على جسمه يقدر يعمل ال 500 متر في أقل من دقيقتين و30 ثانية. أما الشخص اللي عنده 60 سنة ومتدرب ومحافظ على جسمه لفترة طويلة جدا يقدر يعمل ال 500 متر دول في أقل من 3 دقائق. طب ايه اللي بيحصل في جسمي لما باجي بشتغل على الجهاز دوت؟ جسمك هنا بيدرب حاجه اسمها الباور انديورنس، وهو اجبار الجسم على انتاج قوه متكرره تحت الارهاق والمده طويله جدا. مش ان انت تنتج قوه انفجاريه لثانيه او اتنين، لا، انت مطالب منك ان انت تنتج قوه لمده دقيقتين فاكثر. طب هو ليه مهم؟ لان في حياتنا اليوميه ساعات بنقع في مواقف مطالب من جسمنا ان هو يؤدي لمده طويله جدا وبدون توقف، زي مثلا لو انت بتشيل حد وبتجري بيه على المستشفى ل 500 متر او اكتر، لو انت مثلا بتساعد حد كبير في السن ان هو يطلع على سلالم لادوار كتيره جدا، او مثلا لو انت اضطريت ان انت تتحط في موقف فيه طوارئ او فيه مثلا حريق ومطالب منك ان انت تقعد تجري وان انت تبقى تحت الضغط لمده طويله. كل دول باور انديورنس، وجهاز زي دوت بيدرب الباور انديورنس عندك عشان تقدر تستحمل لما تبقى في مواقف زي دي. لو الجهاز موجود عندكم جربوه وعرفوني في الكومنتات عملتوا ال 500 متر في كام دقيقه. ولو حابين تتمرنوا معايا بالشكل دوت اذا كان في الجيم او اونلاين ابعتوا لي كلمه جاهز وانا برد عليكم على طول. شكرا ومع السلامه.